معاكم بيجو. سامسونج جالاكسي A16. اول حاجه نتكلم فيها عن الموبايل وهو الديزاين اللي ما اختلفش كتير عن باقي السلسله بتاعت سامسونج. الظهر اللي من البلاستيك اللي هو لو دوست عليه كده وايدك متوسخه ممكن يبصم حاجه بسيطه، بس خامته الحقيقه في الايد كويسه، مش بقى هتحس ان هو بلاستيك يا بقى حاجه مش حلوه. وممكن تجرب تسمع معايا كده. بس قبل ما تخش في التفاصيل ما تنساش تدعمني باللايك والشير والسبسكرايب للموبايل بتاعك يا سيدي. والموبايل من ظهره او تقريبا من اغلب انحاء الموبايل مش هتحس ان هو موبايل فيه اقتصاديه، هو عادي نفس الشكل او قريب جدا من الموبايلات الغاليه بتاعت سامسونج. ومن اكتر الحاجات اللي شدتني في حلاوه الموبايل ده هو مسكته، فعلا مسكته مع الوقت الطويل مش هتبقى منزعج منها، لان الموبايل ده بيكون عرضه حوالي 7.9 مللي، وده ارفع موبايل فئه اقتصاديه من سامسونج. كمان الراحه ما بتبقاش مع عرضه بس، وزن الموبايل كمان مش هتحس انه تقيل قوي، وزن الموبايل 200 جرام، وده وزن كويس جدا للموبايلات في مسكه الايد الطويله، ودي حاجه هتخليك مع مسكه الموبايل الطويله مش حاسس بتعب في بطن ايدك كده من القلب كده بتاع الموبايل. من على اليمين بقى الموبايل بيكون فيه زرار باور وزرار تعلية وتوطية الصوت، بس انا عشان تبع ايفون قوي او معايا ايفون من زمان فما بستخدمش موبايلات سامسونج كتير، بس عاجبني قوي احساس زرار الباور بتاع الموبايل، ان هو مش بارز عن الفريم بتاع الموبايل، هو عامل لك مطب كده قبل زرار الباور، بعد كده زرار باور مدفون، بعد كده زرار تعلية وتوطية الصوت هو اللي بارز، وبعد كده بينزل بالمطب ده كده تاني. فده مديك احساس وانت ماسك الموبايل لا زرار الباور انت لاقيه، مش معناه ان هو مدفون فانت بقى مش هتحس بيه والقصه دي، لا الزرار انت بتوصل له بكل سهوله، مش بارز فمضايقك. ومن الفريم الشمال بتاع الموبايل مش هتلاقي موجود غير بيت الخط اللي بيكون الموبايل ده بيتميز ان هو بيتحط له خطين، وكمان تقدر تحط خط واحد وتحط له كارت ميموري عشان لو عايز تزود مساحه الموبايل. في بيت الخط بقى بتلاقي زي حته كاوتش كده على بيت الخط كده عشان لو حصل تسريب للميه، ده بسبب ان الموبايل بيكون مقاوم للميه بتقييم IP54، بس هو مش مقاوم للميه كلها، هو مقاوم لطرطشه الميه. وطبعا حاجه زي كده ما تروحش انت بقى اللي ترش عليه ميه، لا هي التقييم ده بيبقى عباره عن حاجه لو اتحطيت في موقف الدنيا مطرت عليك وانت في الشارع فالموبايل هتبقى مطمن ان هو مش هيجرى له حاجه. من تحت بقى الموبايل بيكون فيه السوكت بتاع الباور، ونفس السوكت ده بيكون السماعات التايب سي، ودي حاجه مش هفضلها قوي للموبايل ده، لان في الاول وفي الاخر الموبايل ده فئه اقتصاديه، فانت بتحط لي سماعه تايب سي يعني سماعه غاليه، طب ليه؟ فهنا تم الاستغناء عن السوكت ال3.5 مللي بتاع السماعات. ونروح بقى الشاشة هنا عامل قوي قوي للموبايل، لأن الشاشة دي بتكون بحوالي 6.7 إنش سوبر أوميليد. طبعا سوبر أوميليد دي يعني أنت واخد شاشة فلاج شيب في شركات تانية كتير، وسامسونج بطبيعتها معروفة بشاشاتها الجبارة. كمان الشاشة دي بيبقى فيها فول اتش دي بلس وكمان 90 هرتز بكثافة بكسلات بتكون حوالي 385. يا صديقي أنا بكلمك في موبايل فئة اقتصادية، يعني الطبيعي أصلا إن الشاشة اللي تكون محطوطة تكون شاشة IPS مش سوبر أوميليد خالص. كمان الموبايل ده فيه ميزه تشبع الالوان اللي كانت موجوده في السامسونج S24. من ناحيه بقى البرايتنس بتاع الشاشه والسطوع بتاعها بتوصل لحد 800 نتس في اضاءه الشمس، وللاسف الموبايل ده مش بيدعم ميزه الاولويز اون ديسبلاي اللي هي بتفضل مخليه الموبايل بتاعك شغال وبتعرض لك النوتيفيكيشن حتى وهو مقفول، الشاشه بتكون منوره كده حاجه بسيطه. بس انا مش عارف بقول لكم الميزه دي ليه، دي اصلا ميزه موجوده في الفلاج شيب بتاع الشركات التانيه، بس تقريبا موضوع ان الشاشه تقيله قوي هو اللي خلاني اطمح في الاولويز اون ديسبلاي. معالج الموبايل بقى بيكون من ميديا تك G99 اللي بيكون ب 6 نانو، فانت هتاخد تجربه العاب كويسه مع الموبايل ده. بس من ناحيه السوفت وير بتاع الموبايل ده فانت هتاخد احدث سوفت وير من سامسونج هيتحط لك في موبايل اقتصادي. كمان سامسونج نفسها هي اللي قايله ان الموبايل ده هتفضل تدعمه لمده 6 سنين قدام. الموبايل مع تجربه الالعاب القويه زي ببجي، موبايل ان هو يسخن دي حاجه بسيطه قوي في الموبايل، فهو يشغل ببجي على حوالي اصلا 40 فريم. من ناحيه بقى نظام تشغيل الموبايل فبيكون اندرويد 14 بواجهه One UI 6.1. من ناحيه الامان بقى للموبايل ده فزرار الباور بيبقى فيه تاتش اي دي لو بياخد بصمه صباعك، وكمان الموبايل فيه فيس اي دي ياخد بصمه وشك، حته الامان دي ما تقلقش منها. ومن ناحيه تجربه التاتش اي دي بتاع الموبايل فهو تجربته سريعه جدا وحلوه وفعاله، يعني تقدر تعتمد عليها عادي في المواقف بتاعت حياتك عادي. والمميزات القويه بقى بتاعت الموبايل وهي الصوت هنا في المكالمات وتسجيل الفيديوهات وكده، في مايك عندك في الموبايل من فوق مسؤول عن عزل الضوضاء، بس هو موجود عشان يسمع الدوشة ويعزلها لك عن الفيديو او المكالمة او ايا كان انت بتسجل ايه او بتعمل ايه، هيشيل لك الدوشة من الصوت بتاعك. ومن تحت بيبقى عندك سماعة اساسية للموبايل. طبعا تعالوا نشوف السماعة ادائها عامل ازاي.
الحقيقة أدائها متواضع جدا. أدائها مع البيز مش أقوى حاجة، يعني مش هتاخد أحسن تجربة من الصوت، بس ممكن لو مسلسلات أو أفلام حاجات بسيطة كده ممكن الأداء يبقى أحسن، بس مع البيز الوضع مش أحسن حاجة خالص. كمان من اللي اكتشفته إن السماعة اللي فوق اللي بتبقى فوق الكاميرا بتاعة الموبايل دي ما بتشتغلش مع الأغاني، فأنت لو جيت شغلت الأغنية كده وكتمت الصوت مثلا من تحت مش هتسمع حاجة، أو الصوت هيبقى ضعيف جدا. بص كده. السماعه مش شغاله اللي فوق، يعني دي هتكون شغاله للمكالمات بس، فانت ما تستناش منها اداء بقى وانت قاعد ماسك الموبايل كده بالعرض وبتتفرج على الفيلم او المسلسل بتاعك، هتسمع بقى الصوت بقى من اليمين والشمال بقى والاستيريو والجو ده، لا مش هتاخد الاداء خالص ده من الموبايل. فسماعه السبيكر دي الاداء بتاعها بيكون اقتصادي شويه، لان السماعه دي بتكون مونو مش ستيريو، فانت مش هتاخد زي ما قلت لك احسن اداء من السبيكر بتاع الموبايل ده. بس اللذيذ في الموبايل ده ان هو بيدعم خاصيه الان اف سي. خاصيه الان اف سي ده اللي انت بتقدر تدفع بيها اي حاجه عن طريق الواي فاي بتاع الموبايل، تقربه من المكنه كده فتدفع اي حاجه، تبقى ميزه حلوه لما يشتغل جوجل باي عندنا هنا في مصر. من ناحيه بقى البطاريه بتاعت الموبايل ده، فالبطاريه بتكون 5000 ملي امبير، وده رقم كويس. يعني انت لو بتتكلم في التليفون مثلا وفضلت تتكلم وتخلص البطاريه على المكالمات، فالبطاريه دي هتقعد معاك حوالي 41 ساعه و20 ثانيه. انما بقى لو براوزنج بقى وكده وفيس ومش عارف ايه واتس والحاجات دي بتقعد حوالي 10 ساعات و54 ثانيه. اما بقى لو بتتفرج على فيديوهات فالموبايل هيقعد معاك 16 ساعه و52 ثانيه. ولو شاري الموبايل ده عشان تلعب عليه فبيكون اداء البطاريه دي مع الالعاب بتقعد معاك حوالي 11 ساعه و15 ثانيه. فمن ناحيه الارقام دي فلا تقدر تقول الاي 15 احسن سيكا في اداء البطاريه، مع ان الاي 15 برضو البطاريه بتاعته 5000 ملي امبير، بس تقدر تقول ان ده عايد او الارقام قلت شويه بسبب الشاشه اللي موجوده في الموبايل السوبر اوميليد، فطبعا بتحتاج امكانيات اعلى وبطاريه اقوى. من ناحيه الشاحن بقى فالموبايل بيدعم شاحن لحد 25 واط، والشاحن ال 25 واط ده يقدر يشحن لك موبايلك 53% لمده نص ساعه. انما بقى لو في السريع كده وعايز تشحنه مجرد ربع ساعه فالموبايل هيشحن معاك حوالي 29%. ولو بقى عايز تشحن البطاريه كلها الموبايل هيقعد يشحن كامل لمده ساعه و19 دقيقه. والارقام دي هو بيكون متفوق عن الاي 15 بحاجه بسيطه كده، يعني مش فرق كبير، هتلاقي في الاخر دقيقتين ثلاثه الفرق بين التليفونين. لو عايز تعرف ايه اللي بيبقى موجود جوه العلبه بتاعه الموبايل وتشوف الانبوكسنج بتاعه، انا كنت عامل فيديو كده هحطه لك في الاي، وكمان هحط لك اللينك بتاع الفيديو في الديسكربشن تحت، وانصحك تتفرج عليه عشان لو رحت اشتريت الموبايل ورجعت البيت ما تتفاجئش. نوصل بقى للحته الحلوه بتاعه التليفونات، الكاميرات. الموبايل ده من ورا كالعاده بيكون فيه 3 كاميرات. الكاميرا الاساسيه بتكون 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.8، والكاميرا الالترا وايد في الموبايل بتكون 5 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.2. انما بقى الكاميرا المايكرو بتاعت الموبايل بتكون 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.2. انا عملت كده اختبار للكاميرات دي وقلت اجرب اشوف كواليتي الصوره في الكاميرا الاساسيه والكاميرا الالترا وايد والكاميرا المايكرو بالنهار، والاداء زي ما انتم شايفينه كده. يعني الصوره بالنهار كويسه بالنسبه للموبايل في فئه اقتصاديه، انما بقى لو جيت صورت بالليل فالكاميرا الالترا وايد انت ما ينفعش تفتحها نهائي. الكاميرا الالترا وايد ادائها وحش جدا بالليل. وبعد كده الكاميرا الاساسيه يعني كويس، والكاميرا المايكرو ادائها برضو يعني كويس برضو، بس ما تحاولش او تفكر تعمل زوم للصور دي لان هتشوف اداء مش احسن حاجه. انما بقى الميزه الحلوه في الموبايل ده ان بيكون في وضع النايت مود، فلو جيت كده تصور بالوضع العادي وبعد كده النايت مود هتلاقي فرق ملحوظ في الاضاءه بتاعه الصورتين. بس للعلم برضو ما نجيش على الموبايل ده انا كنت بصور في ظروف اضاءه قليله قوي، فده اقل اداء هتاخده من الكاميرات بالليل. يعني اكيد لو في ظروف احسن من كده الصور هتطلع احسن من كده. والكاميرا المايكرو انا حبيت اشوف ادائها في ظروف الاضاءه اللي انا قاعد فيها دلوقتي، فصورت صوره كده وده ادائها زي ما انتم شايفين. لو جيت عملت زوم شويه برضو تكسر تفاصيل. من ناحيه اداء الموبايل في تصوير الفيديو بقى من الكاميرات اللي ورا، الكاميرات الثلاثه بيصوروا 1080 على 30 فريم، ولو صورت اتش دي هيكون برضه على 30 فريم. وكمان صورت فيديو بالكاميرا الاساسيه بتاعت الموبايل بالنهار وبالليل عشان تشوف الفرق ما بينهم. للاسف بقى الموبايل ده ما فيهوش مثبت بصري اللي هيخلي لك الموبايل يثبت وانت بتصور فيديو. انت بتتكلم في فئه اقتصاديه يا معلم، فوق. ونوصل بقى للكاميرا السيلفي اللي قدام بتاعه الموبايل. الكاميرا اللي قدام بتاعه الموبايل بتكون 13 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.2، وطبعا برضو صورت لكم صوره بالنهار وصوره بالليل للموبايل ده. بس في ميزه الكاميرا اللي قدام فيها نايت مود، فده الفرق بين الصوره في الضلمه قوي وفرق بين نايت مود، يعني عمل تحسين اداء كويس. وده برضو فيديو للكاميرا اللي قدام بتاعه الموبايل. السكان تون بتاع وشك كده تحس ان هو مش طبيعي قوي، تحس ان هو مبيض شويه، مش عارف احساسه
احساسه غريب كده. الموبايل ده بينزل بثلاث نسخ، 4 جيجا رام و6 جيجا رام و8 جيجا رام. الاربعه وال6 جيجا رام بينزلوا بمساحه 128، وال8 جيجا رام بينزل بمساحه 256. طبعا المساحات دي تقدر تتحكم فيها بانك تحط كارت ميموري زياده مع الخط بتاعك في التليفون وتزود مساحتك زي ما انت عايز. وانا النسخه اللي معايا دي بتكون ب 6 جيجا رام، فادائها كويس مع الالعاب. وما انصحكش بالنسخه ال 4 جيجا رام، لان في ناس قالت ان هو بيعمل لاج شويه في الهوم سكرين كده وانت بتقلب في الابلكيشنز، احيانا بيهنج. فالنسخه ال 4 جيجا رام انساها في حته الالعاب دي خالص. والنسخه ال 4 جيجا رام ال 128 جيجا بتكون بحوالي 7600 جنيه، وال 6 جيجا رام ال 128 بتكون ب 8300 جنيه. 8 جيجا رام بمساحه 256 بتكون بحوالي 9900 جنيه. والالوان اللي بتنزل للموبايل ده بتكون جراي واخضر فاتح واسود زي اللي معايا ده. بس انا لما رحت المحل لقيت فيه الوان تانية، لقيت ليموني ولقيت اصفر فاتح. بيبقى كل دوله على حسب ما بينزل لها الوان ايه. للاسف معلومه اخيره، بس الموبايل ده ما بيدعمش الاي سيم، فقلت اقول له. بس ده كده كان ريفيو كامل عن الموبايل سامسونج جالاكسي اي 16. فما تنساش بقى تدعمني باللايك والشير وسبسكرايب. الجمال بتوعك يا صديقي. سلام.